ازاي تبقى منشئ محتوى وتدخل من المحتوى ده فلوس من غير ما يكون عندك معدات ولا كاميرات ولا مايكات بالاف الفلوس. واقول لك على حاجه كمان، ولا حتى متابعين. كل اللي انت محتاجه صوره واحده بس ليه. ده ازاي بقى؟ بكل بساطه يا سيدي، الذكاء الاصطناعي ده ما سابش حاجه الا وعملها. في موقع اسمه توب فيو بيعمل كل الكلام ده باستخدام اداه اسمها برودكت افاتار، وبتقدر تعمل فيديوهات كتيره باللغه اللي انت عايزها بالكلام اللي انت عايزه. وحتى لو عايز تعمل ريفيوهات لمنتجات تقدر تمسك المنتجات دي في ايدك وتغير المنتجات، او حتى ممكن ما تستخدمش صورتك، في صور وافاتارز جاهزه في الموقع ده تقدر تستخدمها وتعمل منها فيديوهات يو جي سي لوكالات التسويق اللي بتحتاج فيديوهات زي دي بلغات مختلفه ومن جنسيات مختلفه وباشكال مختلفه، سواء راجل او ست او ايا كان، كل اللي انت عايزه. كل ده من غير ما تكون مشهور، لان اليو جي سي اصلا مش شرط تكون مشهور. ولو ما تعرفش يعني ايه يو جي سي، فهي يوزر جنريتد كونتنت، يعني بكل بساطه شركه بتبعت لك منتج او ويب سايت بتجربها في فيديو وتقول رايك عنه، وهم بيستخدموا الفيديوهات دي في الدعايه بتاعتهم بمقابل مبلغ معين. فلو كنت فاكر ان الاعلانات مقتصره على صناع المحتوى المشهورين بس، تبقى غلطان. لو عاوز تجرب برودكت افاتار هسيب لك رابط عندي في البروفايل.